هذه هي أكبر مائدة للإفطار في هولندا. هنا في قلب أوتريخت تجمع أكثر من 1500 شخص مسلمين وغير مسلمين من كل مكان في العالم. Ramadan Kareem from India. Ramadan Kareem from Pakistan. رمضان كريم علينا وعليكم. أني من العراق. رمضان هنا يجمع ناس ما يعرفوا بعض، يجلسوا على نفس المائدة ويفطروا سوا ويتشاركوا نفس اللحظة. الله أكبر الله أكبر. في بلد أوروبي تشوف هذا المشهد وتستوعب إن المشهد هذا قبل سنوات ما كان أحد يتخيله. والمسجد صار قريب، بعرف إذا تشوفوه تقريبا يبعد عن المحطة 7 دقائق مشي، فتمشي من هنا وبنص السنتروم. المدينة زحمة جدا، كله سياكل فما تعرف من وين يجيك سيكل، من اليمين ولا من اليسار. خلاص قربنا على المسجد، تقريبا على 3 دقائق مشي ونوصل. وهذا هو المسجد في وسط السنتروم، يعني بين الأجانب يمشوا هنا ممكن يشوفوه ويمروا من جنبه. في مطاعم تحت، في شارع العرب هناك بهذاك الاتجاه، فكل شيء جنبك يعني. والناس الآن بدأت تيجي، فالباقي على الفطور تقريبا 40 دقيقة، والناس بدأت تتجمع وتيجي هنا، وكل واحد ياخذ مكانه عشان الفطور. نحن ندخل المسجد وبعدين نرجع نصور أكثر. كم راح نصور لكم المسجد من داخل حنطلع. فيك تطلع بالمصعد، فيك كمان تطلع بالدرج. تقريبا المسجد 5 طوابق 4 طوابق، مش متأكد من هذا، ولكن في للنساء وللرجال. Tuhaf mı? Demek ki bir yerde tuhaf bir şey var. Ben o çürükte alıyorum. الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح. آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من شهر Ramazan. Allah'ım sana inandık, sana güvendik. Senin emrinle oruçlarımızı tuttuk. Verdiğin nimetlerle oruçlarımızı açıyoruz. كذا نكون فطرنا بماء حتى ما لقيت تمر من كثرة الزحمة، واخذت الوجبة كمان هنا. والله زحمة شديدة، زحمة. وهذه الوجبات اللي يجيبوها لحم مع رز من نوع ثاني ما اعرف ايش من نوعه، والحمد لله على كل حال. Lastig is om alle 2000 mensen, alle 2000 mensen tegelijkertijd te voorzien van eten. Bismillahirrahmanirrahim. Külü veşrabu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin. النظافة والتنظيم بأقل من ربع ساعة نظفوا كل الطاولات ما شاء الله. شوف التنظيم عندهم هنا سريع، نظفوا الطاولة كامل بربع ساعة. حتى لو جيت تشوف إلا فقط الأشخاص اللي لسه جالسة تاكل، وإنما جميع الطاولات صارت نظيفة. كذا تكون الساحة فضت والناس روحت على بيتها، واللي راح يصلي تراويح. كان إفطار جميل، وبصراحة كانوا كمان الهولنديين يمروا من هنا بالسيارات أو بمشي ويشوفوا إنه المجتمع الإسلامي متكاتف مع بعض ويفطروا، فبياخذوا شيء إيجابي من نحن إن شاء الله. اللي سمعته من المقدم اللي كان يقدم هناك إنه اللي حضروا اليوم تقريبا فوق 2000 شخص. ما أعرف إذا هم 2000 شخص ولا لا، ولكن شوفوا بالفيديو هل كانوا 2000 شخص ولا لا. كمان هم كان عليهم صعب انهم يقدموا اكل ل 2000 شخص، فاللي حصل اكل واللي ما حصل، وانما الجميع كان مبسوط. De Oele-moskee doet dit al jaren en het verbindt culturen. Iedereen is er, Nederlands, Turks, Marokkaans, Iranees. كذا نكون غطينا لكم أكبر إفطار في هولندا. إذا وصلت لنهاية الفيديو لا تنسى تعمل لايك وشير واشتراك إذا لسه ما اشتركت، لأن الفيديو هذا تعبنا مرة. صور من زاوية حتى كمان ما فطرت إلا بماء. الحمد لله على كل حال، نشوفكم بفيديو ثاني.